اليوم نحن في المغرب، وجنة مغرب يا وطننا، حتى نارك جنة مغرب يا وطننا. اليوم احنا في المغرب واقول له والسي اسامه مرحبا بك. وانا نهضر مع الدارجه ديال المغرب خويا، وانا نهضر الدارجه القاصحه ديال درب السلطان ياك. مرحبا بك. كتجي معايا انا وانا والسيس وابا سيمو. لا ابا اسامه. مرحبا بك. ومعك العمده خويا، العمده دار بارو. واليوم باغيين ندخل على ما شاء الله الركن ديالكم في نقول في اليوم نحن كنا في جميع الدول العالم في داخل المدينه المنوره مع الشعوب ياك. مرحبا. لكن شوف انا اللي كان وعدك به هي انك غادي تدخل لأحسن وأجمل جناح في المهرجان بصفة عامة، وهذا ماشي غير فقط كلام، واقع. فتفضلوا معنا. اجوا معانا وزيد اخويا، ازيد معايا اخويا. داخلين المغرب اخويا، والمغاربه هذول بحال الاهل ديالنا. مرحبا بكم. بارك الله. مرحبا بكم ونورتونا. هذه الجلسه ديالنا، هذا هو الصالون المغربي، هذاك ملكنا حفظه الله محمد السادس. هذا مرحبا. هذا الصالون، هذه جلستنا، هذا طاجين. هذه الوجبة الرئيسية والرجبة الرسمية لا يخلو منها أي بيت في المغرب. أنا باغي ندخل على سي أسامة ونعطيكم واحد من الأفكار العجيبة الغريبة اللي في المغرب، إنك تروح لعائلة فقيرة وتقول تبغى تاكل عندهم وتجلس الجلسة طبعا على الأرض إذا كانوا فقراء وأغنياء يكونوا يعني ما شاء الله تبارك الله. فلما تيجي تجلس تلاقي 7 صفر محطوطة فوق بعض، تقول هدول حاطين ال7 صفر دي عشان ايش؟ فتيجي تاكل، اول ما يجيبوا لك قلت هذه عائله فقيره، وتكون بعض الغرف بالضبط بعرض هذا المجلس اللي موجود امامنا، يعني 2 أو 3 أمتار في حوالي 7 أمتار إلى من 5 إلى 8 أمتار في الطول. فتقول هذول الناس على قد حالهم ويجوا يحطوا لك 7 صفر بالشكل هذا، يبدوا فيحطوا لك الأكل. تقول هذول ما عندهم إلا إنهم يحطوا لك أول شيء يحطوا لك نقول السلطة أخويا. ضروري. هذا شوف أول حاجة السلطة. هذاك باش كتصيفط ميساج للمعدة. ميساج للمعدة، ونحن نحسب إنه هذول فقراء. أقول ما الميساج هذا علينا عبي ربع البطن كده او نص البطن، اقول هذول فقراء. شويه يشيلوا لك الصفره هذه ويجيبوا لك حاجه يسموها الحريره لوحدها. ايوه هذه عالم ثاني. هذه الصبه لوحدها، بس صابينها زي اللي يصبوها في بدايه اي عماره، فهمتني؟ صبه كده تاكل الحريره، فتقول هذول ما عندهم الا الحريره والسلطه دي، وصلى الله وبارك. هذه شربه مساكين وعلى قد حالهم تتشال. ينحط لك الطاجن اللحم بالبرقوق بالدنيا، تاكل لين تنسى اسمك. بعد ما تاكل هذا الاكل يشيلوه، تقول خلاص ما اقدر اتكلم الا يحطوا لك البسطيله بالسمك ولا بالدجاج بالمكسرات. يا شيخ تقعد تبكي على نفسك ليش اكلت ذاك الاكل اللي في البدايه. يعني كده تحطوا لي هذه قدامي، بعد هذا كله يشيلوه، تقول خلاص صافي ما اقدر اكل شيء الا شويه. يقوموا يجيبوا لك حاجه الا وهي يحطوا لك بعد كده يحطوا ايش؟ الفواكه. ديسير. ايوه اسمه ديسير، نسميه الديسير اخويا، والديسير وسير. فهمتني؟ تبدا تاكل في الديسير هذا وتقول المغاربه جزاهم الله خير ما عندهم يعني خلاص كده تنسى. الله يا شيخ شوف برايحة ثلاث بعد يغسلوا لك يدك، لانه يغسلوا لك يدك وانت جالس في محلك، لانه بعد كده حيجيبوا لك الاتاي مع كعب الحلو. اخويا اقدر معك الدرجه دير درب السلطان اخويا، ولا الدروب اخويا، ونسير معك اخويا. ولما واحد يزعل معك صدعتين كلامهم، والله كلامهم حلو ولذيذ. طبعا انا بتكلم بالكلام الايش يسموه القاسح، ولا هم يهدروا الدارجه ديالهم تبارك الله عليها. الناس هذول ناس قمه
وناس أهل كرم. المغرب تروح فيه تنسى نفسك. من عجائب المغرب إنه تيجي يوم الجمعة، وأنا سكنت في المدينة القديمة وفي الدروب في درب قوس الضاوي أنفس مع الوداية في رباط يقول الرباط واللافة. لما سكنت هناك حضرت عراسهم نودي الأواني هدايا. من الحاجات الجميلة في المغرب إنك لما تيجي تحضر عندهم يوم الجمعة، أهل هذا متزوج كل ياخذ أولاده ويروح بزوجته عند أمه، وكل واحد يجي بأمه عند، يعني كل واحد ترجع المرأة لأمها والولد يروح لأمه. ومرات الاثنين يروحوا يا عند الأم هذه يا أم الأم هذه. ما يمكن الجمعة إلا باللبن واللبن والكسكس. يعني هذا كمان هذا غير اللي قلنا الطاجين، في كمان في واحدة الكسكس. ما شاء الله تبارك الله. أهل المغرب ناس قمة، ناس أهل كرم. اللي يروح المغرب يبغى يعيش فيها اللحظة الجميلة، يعيش أجمل اللحظات. اللي يعطي المغرب الصورة الثانية هذا هو من الناس الثانيين. أما الناس الكمل يعيشوا في المغرب يحس نفسه في الجنة. وفعلا لما نقول جنة 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 مغرب يا وطننا، حتى نارك جنة مغرب يا وطننا. أنا أسيبك تختم كختام. فلسألوك على المغرب، ولسألوك على الكرم وعلى الجود وعلى الابتسامة وعلى البسمة وعلى الضيافة، وعن سألوك عن بلد الحفاظ، فاعرف أنهم يتحدثون عن المغرب. فمرحبا بكم في بلد التاريخ والشهامة والأخلاق، وتبارك الله عليكم. مرحبا بكم. الكرم. هنا للكرم عنوان. هذا ختام. نحن لكن أبغى أسألك سؤال قبل نروح هناك ونشوف الآتاي. الآتاي مرحبا أخويا المشحر بديك العمة الرزة أخويا. فهمتني؟ أنا بدي أسألك سؤال دائما أسأله في كل ركن هنا. أقول كم مهر الزواج عندكم؟ وبعد ما تقولوا بالدرهم قول لي هو بالريال السعودي. جميل. بما أنك طرحتي هذا السؤال، فأنا صراحة هذا السؤال ربما ويكون في الأصل دياله غلط، لأن الكثير من الناس تتحسس، خصوصا احنا كنتحدثوا على أننا في المغرب، لأن احنا لما تتحدث مثلا تذكر للوالد تقول له كم المهر عندكم، فهو احنا ما عندناش ايوه لا خلينا اوضح الفكره بعد ذلك اطرح. فالانسان تقول له كم المهر عندكم، ما يمكن يتفاصل معك لانه ما عندنا بقر، او لانه يبيع ويشتري في البقر، فهذا عندنا ربما بعض الناس تتحسس منه وعندنا عيب. لكن المستوى قد تجد ناس في مستوى راقي جدا وهم يعطوك مهر بس انت تكون راجل. وعندنا كذلك يعني على حسب المهر يختلف من منطقة لمنطقة. وعلى كذلك على مقامات العائلات فمستوى محدد ما استطيع. لا هذا حديثة يعني نحن من في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من أيوة. آية وآيتين. ولكن نحن نتكلم عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية نقول من 10 و15 إلى 200,000 مثلا. في بعض الدول وجدت هناك دولة من الدول الأفريقية يعني يقول لك 2000 ريال أيوة. سعودي زيادة بقرة. يعني عندهم طقوس كده أو زي ما يقولوا هذا عندنا ميراث. لكن عندكم هذا عندنا في الجنوب تأتي بقطيع قاطع فالمتوسط ما بين 4000 إلى 10,000. فهذا المتوسط هذا عاد. أما قلت لك كل العائلات لها خصوصياتها ومناطق لهم خصوصياتهم كذلك. والرجال أمثالك يعني يدفعوا له مهر ويأخذوه. الله يحفظكم. هذا من حسن ظنكم عشان في المغرب يسمع ترى. هذا من حسن أبا أسامة. الله يحفظك. يبغى يسأل عنه يجي في الكورنر ديال المغرب. مرحبا المنور في الجامع الإسلامي. مرحبا بكم. والله العظيم إلا نورتونا ومجيتكم بالدنيا، وتفضلوا نضيفوكم هنايا بالشاي. نختم بالشاي وتفضل. ها بارك الله فيك. ها الآتاي هي بالصبة لنا هو بالصبة المغربية. ها شوف الصبة كيف يرفع الكوب كيف. هذه العمة اللي يقولوا عليها، يقول الرزة أو العمة، ولا يقول لك الآتاي المشحر. دير أخويا واحد. أنا كمان ما أعرف أتكلم إلا بروج شو اسمه الأحياء القديمة دي، عشان كنت سكنت في المدينة. شوفها تشرب الآتاي المغربي ومعاها كعب الحلو
باللوز. هيا كعب الغزال. اخو كعب الغزال اخويا. هيا كعب. وكعب الغزال حبيبتي. وتجي المغرب ينسيك عمر، يعني انت لازم تكتب اسمك برا في الطياره وتقول لهم خلاص ارجعوا. اللي يحب المغرب ويقبل. ايوه للغزال. كعب الغزال للغزال. بارك الله فيك يا سي اسامه. الشكر وحب التقدير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا بعد تاج راسي والله.